ورحمتك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مجلسنا الثالث إن شاء الله عز وجل من مجالس شرح كتاب الدروس النحوية، وتوقفنا عند كلام الأساتذة المصنفين رحمهم الله تعالى في باب الحروف، وقالوا إن الحروف والمراد بها حروف المعنى على أقسام، منها ما هو أحادي أي من حرف واحد كالباء والكاف واللام ونحو ذلك، ومنها ما هو من حرفين كمن مثلا، ومنها ما هو من 3 أحرف، وذكروا في ذلك جملة من الحروف. ويسر الله عز وجل أن شرحنا القسم الأول والقسم الثاني و3 أحرف من القسم الثالث وهو من الثلاثي. وقلنا إن الحروف التي هي على 3 حروف أي الثلاثية عندنا 25 حرف، 25 حرفا. قالوا ومن الثلاثية، والمراد بمن هنا التبعيضية، لأنهم سيذكرون بعضا منها ولن يذكروها كلها. قالوا إذا، وقلنا هذه إذا الفجائية وتكلمنا عليها من قبل، وهي ظرفية. وعندنا إذن، وهذه إذن تأتي للجواب والجزاء، للجواب والجزاء، وقد شرحنا هذا. وعندنا ألا هذه للاستفتاح والتنبيه، كما في قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا إلى، ومثلوا لها بقولهم: أحسنت إلى جيراني لأنهم مستحقون. أحسنت إلى جيراني لأنهم مستحقون. فإلى هذه فيها 3 أحرف، إلى 3 أحرف. وأشهر معاني إلى، أشهر معانيها لانتهاء الغاية، لانتهاء الغاية، لأن الغاية لها ابتداء ولها انتهاء. ابتداء الغاية يكون بحرف من، وانتهاؤها يكون بحرف إلى، كما قال ربنا سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. إذن مبدأ الإسراء من وين بدأ؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذه النهاية. غاية الإسراء كان إلى المسجد الأقصى. وهذا قلت هو أشهر معاني إلى في العربية، وهي انتهاء الغاية، انتهاء الغاية، سواء كانت الغاية مكانية أو زمانية. معي ولا لا؟ سواء كانت الغاية مكانية أو زمانية. الغاية المكانية كما الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى هنا هذه غاية مكانية ولا زمانية؟ مكانية. طيب، والغاية الزمانية كما في قوله مثلا مطرنا إلى السبت القادم، مفهوم؟ إلى السبت القادم، مفهوم الكلام؟ فهذه غاية زمانية. أو أمهلك إلى شهر، أمهلك إلى شهر. إذن منتهى الإمهال هو شهر. هذه غاية زمانية ولا مكانية؟ غاية زمانية، مفهوم؟ ممتاز. فنظيرة إلى ميسورة. طيب، هذه أشهر معاني إلى في العربية. وقد تأتي إلى بمعنى مع، عندها المعنى نتاع مع، مفهوم؟ مثلا إذا قلت لك أنا ضم هذا إلى هذا، صح ولا لا؟ اجمع هذا إلى هذا، ضم هذا إلى هذا. وش معنى هذا؟
معناه ضم هذا مع هذا. وكما قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله، أي مع الله. فإلى هنا بمعنى مع، إذن تأتي لانتهاء الغاية، وتأتي إلى بمعنى مع. طيب، لها معاني أخرى كثيرة. قالوا إلى أن هذه أيها الإخوة، هذه أن للتوكيد والمصدرية، للتوكيد والمصدرية. وش معنى التوكيد؟ أي أنها تؤكد وتنفي الشك والريب والإنكار، فهي تأتي للتوكيد. تأتي للتوكيد فقط؟ نقول لا، تأتي كذلك للمصدر. وش معنى للمصدر؟ أي أن ما يأتي بعدها يسبك معها في تأويل مصدر. هذه قرينا شوية في الآية الرومية، قرينا هذا المعنى، صح؟ المصدرية. طيب، مثلا يقول ربنا سبحانه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أنه استمع نفر من الجن. الآن هذه أن، قل أوحي إلي أنه، هذه أن قلنا الواش للتوكيد. إذن أنت أيها المستمع حين تستمع إلى هذا الكلام، هذه الآية العظيمة، هل يقع لديك شك في وقوع السماء؟ لا. علاه؟ لأن هنا تفيد التوكيد، فهي تنفي الإنكار وتنفي الشك، فهي للتوكيد. إذن الاستماع هنا أي استماع الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مؤكد لا شك فيه. واضح؟ طيب، يكفي هذا؟ قال لك لا، تأتي للتوكيد وتأتي للمصدر. هنا قل أوحي إلي أنه استمع، هذه أنه استمع، هذا في زوج. هنا شا عندي؟ أن، وعندي الهاء اللي هو اسمها، وعندي الجملة استمع. هذو قاع أولهم مصدر. شتولي؟ قل أوحي إلي استماع نفر من الجن، فهنا تأولها بمصدر. مصدر استمع شولا استماع. إذن هذه أن تأتي للتوكيد والمصدرية، للتوكيد زيد والمصدرية. طيب، مثلوا لها أحسنت إلى جيراني لأنهم مستحقون، لأنهم مستحقون. إذن أن هنا أفادت التوكيد، أفادت ماذا؟ التوكيد. توكيد ماذا؟ توكيد الإحسان وتوكيد الاستحقاق، أنهم مستحقون حقا، هذا مؤكد. فهمنا هذا؟ طيب، كيفاش نأوله بالمصدر؟ مستحقون المصدر تاعها استحقاق. إذن أقول أحسنت إلى جيراني لاستحقاقهم، لاستحقاقهم، هذه أن. طيب، بعدين قالوا إن هذه إن تأتي للتوكيد، كما في قول الله عز وجل: إن الله على كل شيء قدير، سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. إذن هذه تأتي للتوكيد ونفي الإنكار والشك. إن الله على كل شيء قدير، هل فيه شك في هذا؟ أبدا، بل الشك في قدرة الله كفر، فهذا مؤكد. واضح؟ طيب، هذه إن. طيب، من الفروق بين إن وأن، بيناتهم فروق ولا لا؟ بيناتهم فروق. من بين هذه الفروق أن هذه أن تأتي للمصدر، فإن ما تأتيش للمصدر، هذا فرق. الفرق الثاني، إن تجي في أول الجملة ولا ما تجيش؟ إن نجم تبدأ بها الكلام؟ نجم. طيب، أن نجم تبدأ بها الكلام؟ نقول لا، أن لا تأتي إلا في وسط الكلام. واضح؟ فهذا من الفروق بين إن زد وأن. طيب، إن كذلك لها معنى آخر، قد تأتي بمعنى الجواب. تأتي بمعنى ماذا؟ الجواب، يعني بمعنى نعم. إن بمعنى ماذا؟ نعم. مثلا ابن الزبير
رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا، لآل الزبير، قيل له رجل قال لابن الزبير، قال له لعن الله ناقة حملتني إليك. شو قال له الراجل هذا؟ راه يقول سيدنا عبد الله بن الزبير شو قال له؟ لعن الله ناقة حملتني إليك. شو قال لها ابن الزبير؟ كيفاش رد عليه؟ شوف العربية، قال لها إن وراكبها، إن وراكبها أي نعم وراكبها كذلك لعنه الله. فهمنا هذا؟ فإن هنا أتت بمعنى نعم، أتت بمعنى ماذا يا إخوة؟ بمعنى نعم. طيب قالوا لا إله إلا الله. هنا قال إني أكرم الجار ثم البعيد، إني أكرم الجار ثم البعيد. لاحظتوا؟ لأنهم مستحقون. وين جات؟ في وسط الكلام. بصح هنا يبدأ بها الجملة ولا لا؟ إني أكرم الجار بدأ بها، فهذا من الفروق بين إن وأن. طيب قالوا رحمهم الله إن ثم شعل فيها من حرف؟ 3. طيب مثلوا لها إني أكرم الجار ثم البعيد، إني أكرم الجار ثم ماذا؟ ثم البعيد. هذه ثم تأتي للتراخي والترتيب، تأتي للترتيب والتراخي. ما معنى هذا؟ يعني كي نقول لك أنا مثلا جاء زيد ثم عمرو، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن اللي جاء الأول شكون؟ من أتى أولا؟ زيد. طيب وشكون اللي جاء بعدين؟ عمرو. هذا الترتيب، مفهوم؟ طيب هذا الترتيب كي داير؟ ترتيب كي داير؟ يعني هل جاء مباشرة؟ قال لك لا، إذا جبت كلمة ثم معناه أن مجيء عمرو كان بعد مجيء زيد بمدة، هذا يسموه التراخي، 10 دقائق، 5 دقائق، 20 دقيقة، ساعة، نهار، يومين. جاء زيد ثم عمرو، مفهوم؟ بخلاف لو قلت أنا مثلا جاء زيد فعمر، ايش معنى معناه جاء موراه تتمتم، غير دخل هذا دخل الزوج، واضح هذا؟ هذه إذا جبت كلمة التعقيب هذه. أما ثم لا، ثم وش تفيد؟ الترتيب نعم، بصح مع المدة أي مع التراخي. فهمنا هذا؟ وهنا إني أكرم الجار ثم البعيد، يعني الإنسان اللي بعيد سواء كان جارا أو غير الجار، شكون اللي أولى بالمعروف؟ الجار اللي هو أقرب مني. ثم بعد ذلك عاد نكرم، ولهذا قالوا المقربون أولى بالمعروف، صح ولا لا؟ طيب إذن هنا قالوا ثم، بعدين قال رب هذه فيها 3 حروف كذلك. هذه رب يا إخوة فيها 13 لغة، فيها كم لغة؟ 13 لغة في العربية. هذه غير كلمة رب. ورب هذه يا إخوة هي حرف جر، ولكن انتبه، حرف جر لكن عندها واحدة الميزة، عندها خاصية أنها لا تدخل ولا تجر إلا النكرات. عمرك ما تلقى رب موراها ماذا؟ معرفة. دائما تدخل هي حرف جر، بصح في من؟ شجر، شجر، جر فقط النكرات. رب رجل كريم لقيته، رب كذا، رب، فتدخل على ماذا؟ هي حرف جر بصح لمن؟ على النكرات فقط، لا تدخل على ماذا؟ على المعارف. وهذه رب وش معناها في العربية؟ اختلف العلماء في معناها، لكن أكثر النحاة على أن رب الأصل فيها هو التقليل. الأصل فيها ماذا؟ تقليل، مفهوم؟ هذا الأصل فيها. قد تأتي للتكثير، قد تأتي لكن التكثير هنا يأتي بالسياق. الأصل فيها هو التقليل. مثلا
هنا مثلوا قالوا رب صدقة، صدقة معرفة ولا نكرة؟ نكرة. إذا رب صدقة كنا عربها اسم مجرور باش برب، قلنا حرف جر وتجر النكرات. رب صدقة قليلة دفعت شرا كثيرا، فرب هنا الواش للتقليل. مفهوم الكلام؟ أقول لك مثلا رب رجل عالم لقيته. انت غادي تلقى عن نهار تلقى العلماء، ولا يعني ملاقاتك للعلماء اقل ولا ملاقاتك لعموم الناس؟ شكون اقل؟ العلماء، باش تلقى عالم يحب لك كما يقال. فهمنا؟ فهذا للتقليل وغير، وتأتي لمعاني أخرى، ولكن هذا التقليل هو أشهر معانيها. طيب، قالوا سوف هذه تأتي للتسويف والاستقبال، تأتي للتسويف وماذا؟ الاستقبال. واضح الكلام؟ وهذه سوف لا تدخل، انتبه، لا تدخل إلا على الفعل المضارع المثبت. مفهوم؟ لأن إيش عندي؟ الإثبات عندي إثبات وعندي نفي. مثلا قول الله عز وجل لم يلد ولم يولد. يلد ويولد فعل مضارع ولا لا؟ فعل مضارع، لكن هو هنا راه مثبت ولا منفي؟ منفي، لم للنفي، لم يلد ولم يولد. واضح؟ هذه سوف تدخل على الفعل المنفي؟ سوف لم يلد؟ لا، فتدخل على الفعل المضارع فقط. ولا سوف يعطيك ربك، يعطيك نفي ولا إثبات؟ إثبات. فسوف هذه لا تدخل إلا على الفعل المضارع كداير المثبت، لا المنفي. طيب، كي تدخل عليه شد الله، شد الله تخلصه للاستقبال. ما معنى تخلصه للاستقبال؟ إن أنا أقول لك مثلا يعطيك الله كذا، مفهوم؟ هنا يعطيك هذا فعل مضارع ولا لا؟ فعل مضارع. فعل مضارع ماذا يفيد؟ يفيد الحال والاستقبال، أي قد يعطيك الآن وقد يعطيك مستقبلا، صحيح؟ لكن كي تدخل سوف معناها راها غير المستقبل، ما تأتيش للحال. تخلصه أي تجعله خالصا للاستقبال. فهمنا هذا؟ مفهوم الكلام؟ واضحة؟ إذن سوف هذه تخلص الفعل المضارع، تخلصه لواش؟ تجعله خالصا للاستقبال. مفهوم الكلام؟ طيب، لكن هنا فائدة. أكثر ما تستعمل سوف في القرآن الكريم، كي تشوفوا سوف، أغلب المواضع اللي في سوف تلقاها في الوعيد. فاش؟ في الوعيد والذم. واضح الكلام؟ أغلب سياقات سوف في القرآن في سياق ماذا الشيخ؟ في سياق الوعيد، في سياق الوعيد. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. هذا وعيد، وعيد شديد. واضح؟ فأغلب سياقاتها تأتي في سياق ماذا؟ الوعيد. وقد تأتي في الوعد، قد تأتي لكن قليل، كما قول الله سبحانه وتعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. هذا وعيد ولا وعد؟ وعد. الوعد يكون في الخير والوعيد يكون في الشر. صحيح؟ فهمنا أيها الأخوة ولا لا؟ إذن أغلب سياقات سوف تأتي في مقام الوعيد لا الوعد، لكن قد تأتي في القرآن للوعد كذلك. طيب، وفائدة من الفروق بين السين وسوف. السين ثاني تأتي للمستقبل، صح ولا لا؟ سيقول السفهاء، مش يضروك غادي يقولوا. طيب، إذن ما الفرق بين السين وسوف؟ قال لك سوف أوسع في التنفيس، الوقت تاعها واسع على السين. كي نقول سيقول السفهاء ما غاديش يقولوا دروك، بصح غادي يقولوا في القريب الآتي.
واضح هذا؟ أما سوف لا، سوف تأتي للبعيد، هذا الفرق الأول. والسين هذه لها بنت سوف، بنتها، بل بعض العلماء قال لك هي مأخوذة من سوف اختصارا لها. مفهوم الكلام؟ ومن الفروق كذلك أن السين ما تدخلش عليها لام الابتداء. اللام ربي وش قال في سوف؟ دخلت ولا ما دخلتش؟ فلسوف تعلمون الشعراء، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه اللام يسموها لام الابتداء. هذه اللام هذه ما تدخلش على السين، لا سيقول السفهاء، لا، إنما هذه اللام تدخل على سوف. إذن هذه من الفروق بين السين وسوف. مفهوم الكلام؟ لا لا، المعنى دائما هي مطلقا. ايه لكن لا، عادي المعنى هو لا، المعنى لا يتغير حتى في دخول اللام لا يتغير، فقط هذيك اللام لام الابتداء. أما معنى سوف اللي هو تخليص المضارع للاستقبال هذا لا يتغير. طيب قالوا على هذه الأصل فيها هو الاستعلاء. هو ماذا؟ الاستعلاء. وعليها وعلى الفلك تحملون. مفهوم الكلام؟ وهكذا. وقد تأتي بمعنى مع، على قد تأتي بمعنى مع تاع المصاحبة. مثلا ربي وش قال سبحانه؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي مع ظلمهم وربي يغفر. وهذا من عظيم رحمة الله عز وجل. فهمنا؟ إذن فعل هنا بمعنى مع. المصنفون مثلوا العلى بقولهم طبعا في سوف، قالوا سوف ترى على الباغي تدور الدوائر، على الباغي تدور الدوائر. طيب قالوا بعدين ليت هذه للتمني، ليت هذه تأتي الوش للتمني، لكن التمني تاع ليت يكون في أمر مستحيل ولا يتعذر أو يصعب تحققه. ممكن مش بالضرورة ندم، لكن ممكن. مفهوم؟ فليت تأتي للتمني. بصح التمني وش تتمنى؟ يتمنى حاجة مستحيلة ولا حاجة صعيبة. واضح الكلام؟ كما الشاعر لما قال ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هل الشباب يعود؟ هذا مستحيل. مفهوم الكلام؟ وهنا يمثلون ليت لي قنطارا من الذهب. قنطار من الذهب مستحيل، قنطار مش كيلو. ايوه مستحيل هذا ليس، لكن صعب جدا، لكن ليس مستحيلا. واضحة هذه؟ فليت هذه للتمني تأتي الواش لأمر مستحيل أو أمر يصعب تحققه. طيب قالوا نعم من الأحرف الثلاثية. نعم هذه تأتي للجواب. قالوا نعم جوابا لمن قال أتنفقه في الخير، يعني هذاك القنطار اش غادي دير به؟ تنفقه في الخير؟ قال نعم. فنعم هذه تأتي لماذا؟ للجواب. كيف؟ كما أجل وجير. جير هذه هي بمعنى نعم، جير هي نعم. فهم كلام؟ فعندي أجل ونعم وجير. جير إيه؟ الجير تعرفوا الجير الجبس والجير. أي هذه مشي جير، هذه جير. فهمت؟ أي. طيب قالوا القسم الرابع ومن الرباعية. من هنا قلنا واش هي؟ تبعيضية، لأن الرباعية فيها 15 حرف، وهم ذكروا بعضا لم يذكروا كل الأحرف. قالوا ومن الرباعية إذ ما إلا أما إما حتى كأن لعل، نحو إذ ما تتعلم تتقدم. الآن
بداولنا في الحروف الرباعية، يعني حروف المعاني اللي متكونة من 4 أحرف مبنى. واضح هذا؟ حرف الأول اللي ذكروه قال لك إذ ما، الهمزة والذال والميم والالف، إذ ما 4. هذه إذ ما يا إخوة هذه حرف شرط وجزاء، حرف شرط وجزاء، مفهوم؟ وهذه من الجوازم اللي تجزم فعلين لأنها شرط. واضح؟ هنا مثلوا إذ ما تتعلم تتقدم، يعني شرط التقدم هو التعلم. مفهوم الكلام؟ طيب هذا شرط وجزاء. إذن شرط التقدم ما هو؟ هو التعلم، ونتيجة وجزاء التعلم ما هو؟ هو التقدم. فهذه حرف شرط وجزاء تجزم فعلين، تتعلم مجزومة بإذ ما، وتتقدم مجزومة بإذ ما. واضحة هذه؟ طيب قالوا إلا مثلولها بقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. إلا هذه يا إخوة أشهر معانيها الاستثناء. إلا أشهر معاني إلا شهوة هو ماذا؟ هو الاستثناء. رباعي 2 نعم. شدة قلت ثلاثي؟ لا ما غلطش في زلة لسان. لا لا رباعي. نعم. إذن إلا أيها الإخوة أشهر معانيها ماذا؟ الاستثناء. مثله هنا كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. طيب لها معاني أخرى قد تأتي بمعنى غير. مثلا قول الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي غير الله سبحانه وتعالى. كان هناك آلهة غير الله لفسدتا. واضح؟ فإلا هنا بمعنى غير. وأشهر معانيها ذكرت ما هو الاستثناء. قالوا إذ ما إلا أما هذه حرف شرط وتفصيل، حرف شرط زيد وتفصيل. ايش معنى هذا؟ حرف شرط وتفصيل وتوكيد. هذه عندها فيها 3 صوالح: حرف شرط زيد تفصيل وتوكيد. معنى هذا قال ربنا سبحانه كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكناهم بالطاغية وأما عاد فأهلكناهم بريح صرصر عاتية. الآية. هنا قلنا أما حرف ماذا؟ حرف شرط. طيب الشرط وره؟ واضح؟ وره الشرط هنا في الآية. كيفاش عرفنا الشرط؟ الفاء. فأهلك. هذه الفاء تشير أو تشعرك بالشرط، لأن هذه تشبه، ما تخدمش خدمتها بس تشبه مهما يكن من أمر فعاد أهلكوا بالطاغية. واضح؟ فالفاء هنا رايحة تحت الشرط، ولهذا قالوا هي حرف شرط زيد، والفاء تدخل في جواب الشرط. طيب مهما يكن من أمر فعاد أهلكوا بالطاغية. واضح؟ هذه الفاء، هذا حرف شرط. طيب تفصيل ربي وش قال؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. هنا أجمل، في زوج كذبوا بالقارعة يعني القيامة. فأما ثمود، هنا بدأ يفصل، ثمود أهلكوا بكذا بالطاغية وعاد أهلكوا بريح صرصار عاتية. هذا تفصيل ولا لا؟ هو أجمل، في زوج اشتركوا في التكذيب.
بصح العقاب نتاعهم هذا كانت بالطاغية والأخرى كانت بريح صرصار عاتية. هذا تفصيل. كما هنا مثلا في المثال تاع الأساتذة، قصر الحارسان، أما الأول فترك الباب، أي مهما يكن من أمر فالأول ترك الباب، وأما الثاني فنام. عرفنا الشرط. طيب والتفصيل وين راه؟ قال لك قصر الحارسان، في زوج قصروا، بصح كيفاش قصروا؟ قال لك الأول، فهنا التفصيل، الأول خلى الباب والزوج رقد، بدأ هذا هنا تفصيل. واضحة هذه؟ توكيد، فتقصير الحارسين بترك الأول الباب ونوم الثاني هذا أمر مؤكد، باش تأكد بأما. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ فهي إذن حرف شرط وتفصيل وتوكيد. فهمنا هذا؟ طيب. قالوا إما هذه تأتي للتفصيل. لواش تأتي إما؟ للتفصيل. قال الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا تفصيل. واضح هذا؟ طيب. وقد تكون للتخيير، قد تكون هذه إما للتخيير. مثلا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. إذن هو مخير ولا لا؟ مخير، إما تفعل هذا وإما تفعل هذا. واضح؟ فهذه إما للتخيير، هذه إما للتخيير. وفهم الكلام؟ وقد تأتي للشك، قد تأتي للشك، كما المثال اللي ذكره هنا الأساتذة: يحضر سعيد إما غدا وإما بعد غد. هذا شك ولا لا؟ هذا شك ولا تخيير؟ شك. إذن هذه إما قد تأتي للتفصيل وقد تأتي للتخيير وقد تأتي للشك، ولها معاني أخرى كذلك. قالوا إما حتى، وهذه حتى اللي قال أحد أئمة النهر، قال لك: أموت وفي نفسي شيء من حتى. مسكين يودع حتى هو في مرض الموت وما طلقش حتى، لا، أموت وفي نفسي شيء من حتى. هذه حتى حيرت العلماء. واضح؟ وسال فيها حبر كثير. وهذا يدل على عظمة هذه اللغة، يدل على عظمة لغة العرب، لغة القرآن. هذه اللغة أيها الإخوة لازم كل مسلم يعتز ويفتخر بها ويجتهد في تعلمها. ها احنا غير في هذه هي حروف ولا لا؟ هذا ايش عمل معنى؟ حرف كذا له معنى كذا وكذا وكذا ولا لا؟ هذا يدل على عظمة اللغة ولا لا؟ يدل على عظمة اللغة. الفرنسية لغة ميتة. احنا الأرقام كل رقم عندها ولا لا؟ كل رقم عندها اسمه خاص: 1 2 3 4 20 80. هم لا مثلا 80 كيعيطوا لها 80 يعني 24 ولا لا؟ 90 وهكذا. لكن احنا لا، عندنا 90 80 100، كل حول عندها كلمتها. فلغة العرب لغة عظيمة يا إخوة، لازم المسلم يعتز ولازم المسلم كذلك يجتهد في تعلم هذه اللغة باش يعبد ربي ويقرأ القرآن ويتذوق حلاوة القرآن ويفهم عن الله مراده عز وجل ويفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده. واضحة هذه؟ حتى هذه تقع حرف عطف. هذه حتى تأتي مرة حرف جر ومرة تأتي حرف عطف. طبعا لها معاني كثيرة لكن سأقتصر على هذين المعنيين. خلاص الشيخ؟ قد تأتي حرف عطف وقد تأتي حرف جر. هنا مثلنا الأساتذة رحمهم الله باش مثلوا: قدم الحجاج حتى المشاة. هنا راي حرف عطف ولا حرف جر؟ حرف عطف. قدم الحجاج فاعل، والفاعل كيجي داير؟ مرفوع. والمعطوف على المرفوع كيجي داير؟
مرفوع، فلهذا قالوا حتى المشاة، فحتى هنا حرف عطف. طيب، وهذه حرف عطف يا إخوة قلنا للغاية، لكن هذه قد يسأل سائل يقول طيب كيفاش نفرق بين العاطفة والجارة؟ صح ولا لا؟ كيفاش نفرق بيناتهم؟ وين تنقول هذه راها حرف عطف ولا لا؟ خلاص، قال لك العاطفة معطوفها يشترط فيه شرطان. شو لا معطوفها؟ يعني اللي يجي مور حتى المعطوف كما هنايا قادم الحجاج حتى المشاة، المعطوف وين راه هنا؟ المشاة. دروك انا قلت لكم هذه عاطفة ولا لا؟ طيب، المعطوف بحتى يشترط له شرطان. خلاص، الشرط الأول أن يكون جزءا مما قبله أو كالجزء منه. أن يكون ماذا؟ جزءا مما قبله، جزء منه لا، أو كالجزء منه. مفهوم؟ المثال انتاعنا قادم الحجاج حتى المشاة. المشاة أليسوا جزءا من الحجاج؟ الحجاج قاع راكبين. وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. ايش معنى رجال هنا؟ أي على أرجلهم، وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. طيب، هل الحجاج قاع يجوا راكبين؟ نقول لا. يجوا قاع مشاة؟ نقول لا. الراكبين جزء من الحجاج، والمشاة جزء من الحجاج. طيب، هنا توفر الشرط الأول ولا لا؟ إذن لا بد أن يكون المعطوف جزءا من المعطوف عليه، أو كالجزء، مش جزء بصح يشبه للجزء، كالجزء. مثلا كي نقول لك قدم مثلا الصائدون حتى دوابهم. الصيادة جاءوا حتى دوابهم. الدواب جزء من الصيد، من الصيادين، هما جزء. نقول لا، لكن كالجزء. واضح الكلام؟ مفهوم هذا؟ إذن الشرط الأول أن يكون المعطوف ماذا؟ جزءا أو كالجزء. مفهوم هذا؟ طيب، الشرط الثاني أن يكون ما بعدها، أي المعطوف يكون غاية لما قبلها. ما يكونش كاينه مناقضة بيناتهم، بين الأول والزوج ما كاش مناقضة. الزوج يكون غاية للأول، غاية لواش؟ الأول. هذه الغاية تختلف، قد تكون في التعظيم وقد تكون في التحقير. مثلا، مثال يا إخوة، أقول مات الناس حتى الأنبياء. واضحة؟ مات الناس حتى الأنبياء. هنا الأنبياء جزء من الناس ولا لا؟ جزء. هذا توفر الشرط الأول. الشرط الثاني شو قلت؟ أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها، ما تكونش كاينه مناقضة، أي غاية منتهى. غاية الناس شكون؟ أعلى الناس شكون؟ الغاية تاع الناس شكون هما؟ هم الأنبياء طبعا. هذه غاية في التعظيم ولا في التحقير؟ في التعظيم. يعني كل الناس ماتوا حتى أعظم الناس، وغاية الناس ماتوا اللي هم الأنبياء. فهنا الأنبياء لها غاية ولا لا؟ غاية. مفهوم؟ هذا في التعظيم. وقد تكون في التحقير. نقول لك مثلا نجح الطلاب حتى الكسالى. حتى الكسالى، هذه الكسالى غاية ولا لا؟ غاية في أن كلهم نجحوا. حتى الكسول، هذه غاية في التعظيم ولا التحقير؟ التحقير. واضح هذا؟ إذن المعطوف باش تقول هذا اللي بعدها يكون معطوف، خاص يتوفروا شرطان. الأول يكون جزء أو كالجزء، والزوج يكون غاية له، إما في التعظيم أو التحقير إلى آخره. نعم. نعم.
حتى أنت، أحسنت، حتى أنت إما تكون لأنه عاقل قال حتى أنت، ولا يكون شرير قال حتى هو دار حاجة خير حتى أنت درتها. واضح؟ فهذه ماذا؟ هذه غاية. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، وقد تكون حتى جارة، أي تكون حرف كما في قول الله عز وجل سلام هي حتى مطلع، جر ولا لا؟ حتى مطلع الفجر، فهنا جاءت حرف ماذا يا إخوة؟ حرف جر. وهذه اللي تكون حرف جر انتبهوا يا إخوة، هذه حتى حرف جر تشبه الإلى، هي وإلى خواتات في المعنى. شوفوا الكلام، كأن الله تعالى قال سلام هي إلى طلوع الفجر، فهي للغاية إلى. واضحة هذه؟ مفهوم هذه؟ خلاص؟ طبعا هناك فرق بين إلى وحتى، لكن احنا مانيش نهضر على الفرق اللفظي، نهضر على الفرق أو نهضر على متشابهين في المعنى. حتى الجارة هي بمعنى إلى، هي بمعنى ماذا؟ بمعنى إلى. واضحة الكلمة يا إخوة؟ مفهوم؟ طبعا هناك فرقان لا أطيل بذكرهما، هناك فرقان بين إلى وحتى، ما نطولش بزاف خلاص حتى لا يوقع الإشكال. طيب، وش قالوا بعدين؟ كأن هذه من أخوات ماذا؟ إن الناسخة. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، وهنا مثلنا باش كأنك كنت معنا. بعدين قالوا كأن لعل كذلك من أخوات إن، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هنا قالوا لعل الجو يعتدل، وهذه لعل يا إخوة تأتي للترجي، الأصل فيها ماذا؟ الترجي. وهذا الترجي هذا أشهر معانيها طبعا. طيب، ما معنى الترجي؟ قال لك الترجي هو ترقب شيء محبوب، ترقب شيء ماذا؟ محبوب، هذا يسمى ترجي. هنا مثلا في المثال لعل الجو يعتدل، اعتدال الجو محبوب لنا ولا لا؟ محبوب للناس، فلعل هنا للترجي، أي انتظار وترقب شيء محبوب إلى النفس. مفهوم الكلام؟ لعل فلانا يجود علينا، وهكذا. فإذا كان شيء محبوب هذا يسمى ترجي. وكاين فرق بين تمنى ورجاء. الرجاء يكون في حاجة معقولة أي ملموسة أو قريب وقوعها، شيء مستحيل، لكن التمني تكون للمستحيل أو الصعب، الترجي لا. وقد تكون لعل هذه بمعنى الإشفاق، إشفاق، تشفق عليه. أقول لك مثلا الإشفاق هو ترقب شيء مكروه. في المحبوب نقول له ترجي، في المكروه نقول له إشفاق. أقول لك مثلا لعل المريض يقضي، لعل المريض يقضي، خلاص يرحم الله يرحمه، هذا إشفاق ولا شيء محبوب؟ إشفاق، لأن قضاء الميت هذا إنسان، تنظر ولا ما تنظرش؟ تنظر، ومكروه للإنسان ولا لا؟ مكروه. مفهوم الكلام؟ هو في الحديث القدسي يكره الموت وأكره مساءته، صح ولا لا؟ فكل إنسان طبعا يوقع له هذا التردد والخوف من الموت وغير ذلك. فهمنا هذا؟ الله يحسن لنا ولكم الخاتمة. قولوا آمين. وحتى الدعاء ما تأمنوش عليها ما كمس. طيب، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورانا بعدها هذه في لعل. قلنا لعل إن كان توقع شيء محبوب هذا ترجي، وإن كان توقع شيء مكروه هذا إشفاق. بعدين قالوا لها معاني أخرى كذلك. وفائدة العرب قد يختصرون لعل، يقول لك عل واضحين، فيحذفون فاءها اللي هو اللام، يقول لك علني فأفعل وهكذا. وش قال بعدين هنا؟ قالوا
كأن لعل، خلاص كملوا الحروف الرباعية. بقي ماذا؟ القسم الخامس. القسم الخامس قالوا إنما، أنما، لكن، نحو إنما يوحى إليك إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يوسف غني لكنه بخيل. في الخماسية يا إخوة الحق أن الحروف الخماسية عندنا حرف واحد فقط مش ثلاثة. واضح؟ فالأئمة الذين كالمراضي وغيره الذين كتبوا في معاني الحروف قال لك الخماسية عندنا حرف واحد اللي هو لكن. هذه لكن، واضح المفهوم؟ عندنا لكن، وهذه لكن من أخوات إن، من أخوات إن، لكن لا يصح استخدامها في أول الجملة. تبدأ الكلام يبدأ بلكن، لا، إنما تأتي في درج أو في وسط الكلام، كما قال الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جاءت في أول الآية ولا في وسطها؟ وسط الآية، وسط الكلام. طيب، هذه لكن أيها الإخوة عندها زوج معاني، لها معنيان. لكن لها ماذا؟ لها معنيان. الأول الاستدراك. الأول ماذا؟ الاستدراك. ايش معنى الاستدراك؟ الاستدراك مش الرطرطة تاعنا كنا، لا، الاستدراك هو في الكلام هو أن تثبت لما بعدها، أي لما بعد لكن، حكما يخالف ما قبلها. فهم؟ عندي لكن وعندي قبلها وعندي بعدها. الاستدراك شو هو الاستدراك؟ أثبت لما بعد لكن، الكلمة اللي تجي مور لكن نعطيها حكم يخالف حكم ما قبل لكن. يوسف غني لكنه بخيل. البخل والغنى ما يتقابلوش، صح ولا لا؟ الغنى والبخل ما يتقابلوش. فهنا هو غني لكن أثبت له حكما يخالف الحكم الأول. الأصل هي على كل حال البخل بخل القلب والغنى غنى القلب، لكن خلينا في الحسابات المادية. حسابات المادية يعني كي تجي تحسب ماديا شكون اللي المفترض يبخل؟ الغني ولا الفقير؟ الفقير، واضح الكلام. فالغنى ينافي ماذا؟ البخل. أنت هنا الآن قالوا يوسف غني لكنه بخيل، هذه لكن استدراك. علاش استدراك؟ لأنهم أثبتوا لما بعد لكن حكما يخالف ما قبلها. تكي تشوف جملة، تقرأ في جملة ولا كلام ولا آية ولا حديث، تلقى اللي مور لكن الحكم نتاعها يخالف ما قبلها، نقول هذه لكن تاع الاستدراك. واضحة؟ طيب، ايش باقي؟ المعنى الثاني. المعنى الثاني تأتي للتوكيد. تأتي لواش يا إخوة؟ للتوكيد. التوكيد تاعش شو تأكد؟ انتبه، تقول لو جاءني لأكرمته لكنه لم يجئ. وعيد الجملة، أنا نهضر معاك نقول لك لو كان جاء نكرمه بصح ما جاش. واضحة هذه؟ لو جاءني لأكرمته. خلاص كل نحبس هنا. تفهم ولا ما تفهمش؟ تفهم. شو تفهم؟ بلي السيد ما جاش. نيشان هذه اللي قريناها لو حرف امتناع لامتناع، امتناع الجواب لامتناع. واضح؟ فالآن أنا إذا قلت لك لو جاءني لأكرمته وأسكت، وعليكم السلام، شو تفهمت؟ باللي السيد ما جاش. طيب كي نزيد نقول لك لكنه لم يجئ، ماذا هنا؟ ما شدرت؟ أكدت عدم مجيئه. مفهوم هذه؟ أكدت ماذا؟ عدم مجيئه. فهمنا هذه؟ فلكن هنا تأتي ماذا؟ أكدت لو
في الامتناع، أكدت ماذا؟ امتناع لو. طيب هذه إنما وأنما كيفاش؟ هذه إنما وأنما هي أصلها إن وأن، فهم؟ أصل إنما وأنما شاوى هو إن وأن، ولكن هذه الميم اللي دخلت يسموها الكافة. شو معنى الكافة؟ الكافة معناه احنا كي نقولوا إن، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، اقلع إن، شو تقول؟ قلع الماء، عفوا الميم، قلع الميم. إن الأعمال ديش الإعمال، صح ولا لا؟ علاه؟ لأن إن حرف ناسخ، والأعمال هنا اسمه إن، ولا لا؟ طيب هذه كلمة كي دخلت على إن كفتها عن العمل، ولهذا عطوا لها كافة ومكفوفة، بطلت لها العمل تاعها. شات ولت إنما الأعمال، ولا الأعمال أعمال مبتدأ. طيب فهمنا؟ طيب هذه كي تقول كافة ما عندهاش معنى؟ لا، عندها معنى عظيم، وهو الحصر. وهو ماذا؟ الحصر. مفهوم؟ يعني أن كل الأعمال تفتقر إلى نية، هذا حصر. معي إخواني ولا لا؟ معي. طيب وهذا هي إذن إن وأن هي إنما وأنما هي إن وأن، لكن دخلت عليها ماذا؟ ما الكافة. حتى لكن لو كان ندخلوا عليها ما، لكنما تكفها عن العمل كذلك. مفهوم الكلام؟ طيب لو كان دروك لكنما ما غادي نزيدوا قسم واحد اخر في الحروف، ولا لا؟ مش غير تولي 7. طيب فهمنا ولا لا؟ إذن هذه إنما وأنما في الحقيقة ليستا من الحروف الخماسية، لأن إنما هي إن وأنما هي أن، لكن دخلت عليها ما الكافة. مفهوم هذه الكلمة يا إخوة؟ مفهوم؟ قال المصنفون رحمهم الله: الكلام على الفعل، بدأوا بالفعل. لماذا يا إخوة؟ احنا كي قسمنا الكلام، طبعا هنا الترتيب نتاعهم، الكلام هنا على وفق الترتيب اللي بدأوا به. فاش كي ترجع الأول شا قالوا لنا؟ عاود رجع معايا، ارجع. تقسيم الكلمة إلى فعل واسم وحرف، بدأوا بالفعل وذكرتوا التوجيه نتاع هذا. طيب هنا غادي كيجي يفصل، بدأوا بالفعل لا إشكال، بالعكس بدأوا بالحرف لأن الكلام فيه محصور، صح ولا لا؟ من بعد انتقلوا إلى الفعل ومن بعد يروحوا الاسم. طيب علاش؟ أليس الأصل أن يبدأوا بالأسماء كما بدأوا النحاة؟ لأن الأصل هو الأسماء هي أشرف الأنواع، أقسام الكلمة، واضحة؟ قال لك لأن الكلام في الفعل خفيف. مفهوم؟ أنا أدرك مثلا عندي معك 3 مواضيع، 2 مواضيع باختصار 2 دقائق ونكمل، وعندي موضوع يحتاج إلى نصف ساعة. باش تبدأ أنت؟ باش نبدأ بالخفيف، كمله وروح نعطيه وقتي. هكذا الكلام في الفعل والحرف كلام يسير خفيف، فبدأوا بذلك باش يتفرغ من بعد للأسماء، لأن الكلام في الأسماء طويل وذو شجون. قالوا الكلام في الفعل تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. شحال باقي وقت؟ المهم نكملوا بسرعة. هذه تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. هذا التقسيم أيها الإخوة، قسم الفعل إلى كم قسما؟ إلى كم قسم؟ 3. هذا تقسيم بصري، تقسيم بصري. احنا قلنا من قبل النحو فيه 2 مدارس كبار، مدرستان عظيمتان، من بعد ظهروا مدارس أخرى. أعرق المدارس 2، مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة. وشكون فيهم اللي أرجح؟ مش بإطلاق طبعا، هي البصرة، هي الأم. النحو بصري. البصريون يقسمون الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر. الكوفيون قال لهم لا، الفعل ماضي ومضارع فقط. طيب والأمر؟ قال لك الأمر دخل في المضارع. فهمنا هذا؟ إذن الآن المصنفون رحمهم الله قسموا على مذهب من؟ البصريين. واضحة هذه؟
طيب، قالوا ينقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. ينقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما يدل على حدوث شيء في زمن مضى قبل التكلم، مثل كتب. ما هو الفعل الماضي؟ ما يدل على، احنا قلنا الفعل شافيه في زوج صوالح، فيه الحدث وفيه الزمن. هذا هو الفعل، خلاص، فيه الحدث وفيه زمن. هذاك الزمن كي داير؟ الزمن إما أن يكون مضى أو يكون حال أو يكون مستقبل. مفهوم هذا؟ الزمن اللي فات هذا الماضي وهو الفعل الماضي، ولهذا قالوا ما يدل على حدوث شيء في زمن مضى قبل التكلم. شوف، أنا كي نقول لك كتب، كلمة كتب أنا وين تنطقتها؟ نطقتها دروك، صح ولا لا؟ بصح الكتابة وين وقعت؟ قبل، صح ولا لا؟ ولهذا قالوا ما يدل على حدوث شيء في زمن مضى قبل التكلم. هذا اللي يسموه النحاة، يسموه الزمن الغابر. عنده اسم آخر، يقولوا زمن مضى، يقولوا لك كذلك الزمن ماذا؟ الغابر، يعني قبل زمن الإخبار. أنا كي قلت لك كتب الدرس أنا نخبر فيك، بصح الكتابة وين وقعت؟ دروك ولا أنا نخبر فيك؟ أنا نخبر فيك على شيء وقع من قبل. هذا فعل كيسموه فعل ماض، فعل كدير ماض. طيب، هذا الفعل الماضي أيها الإخوة باش نعرفوه شيء الميزة نتاعه. انت بحرت لك ما عرفت لا فعل ماضي ولا مضارع، عندها علامة ولا ما عندهاش؟ عندها. من بين علامات الفعل الماضي هو قبوله تاء الفاعل، قبوله تاء الفاعل وتاء التأنيث. تاء الفاعل سواء كان لمتكلم أو مخاطب. كي نقول لك أنا كتبت، هذه تاء فاعل، أي أنت كتبت. كتبت أنا المتكلم، فالتاء هذه يسموها هذه تاء الفاعل. خلاص الشيخ، هذه تدل على أن الفعل مضى. وقد تكون تاء التأنيث، كتبت، هي كتبت، مفهوم؟ هذه تاء التأنيث دليل على أن الفعل هذا فعل كدير، فعل ماض. طيب، قالوا والمضارع، المضارع ما يدل على حدوث شيء في زمن التكلم، أي الآن أو بعده، مثل يكتب. إذن المضارع الزمن تاعه وين تا؟ دروك ولا من بعد؟ فهم كلام؟ أنا كي نقول لك مثلا يكتب الدرس، أنت عربي، كي تسمع كلمة يكتب تفهم منها يا يكتب دروك ولا غادي يكتب. هذا الفعل المضارع يفيد الحال والاستقبال. طيب، شيء العلامة نتاعه؟ قال لك لا بد أن يكون مبدوءا بهمزة أو نون أو ياء أو تاء. هذه الحروف الأربعة يسموها حروف المضارعة، جمعوها في قولهم أنيت. وبعضهم يقول نأتي وبعضهم يقول نأيت، ولكن الذي استحبه ابن هشام قال لك قل أنيت. فهم؟ أنيت. طيب، لأن نأيت بمعنى بعدت. نأى فلان نائم أي بعيد. احنا وش نريد؟ وأنا بمعنى قرب. احنا شو تبغي انت؟ يقرب منك الفهم والعلم ولا يبعد؟ طبعا هذا غير ذوق فقط، انما يصح تستخدم هذه وهذه. إذن هذه الأربعة هي حروف ماذا؟ المضارعة. أكتب، يكتب، نكتب، تكتب. هذه حروف ماذا؟ المضارعة. واضح يا إخوة؟ مفهوم؟ خلاص؟ طيب، في كلام لا أطيل بذكره باش نختصر شوية الوقت. قالوا والأمر
ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، مثل اكتب. الأمر يا إخوة، الزمن تاع الأمر وين تا؟ الأمر في المستقبل. كي نقول علاه؟ لأن الأمر شاولا، الأمر طلب تحصيل شيء. أنا كي نقول لك اكتب، ايش معنى اكتب؟ باش تعرفوا الزمن أيها الإخوة، باش تفهموا مليح الزمن. ما الزمن دائما تقارنه بوقت الكلام، واضح؟ تقارنه بوقت الكلام. أنا لما قلت لك اكتب، اكتب زمن التكلم هذا، الكتابة غادي تجي معاه ولا قبله ولا بعده؟ بعده. ما يمكنش تكون تمتم. أنا نقول لك اكتب، ما نجي نكمل اكتب تكتب، كاش من هذه؟ صح ولا لا؟ إذا الزمن، زمن الأمر يأتي دائما بعد، مفهوم؟ ولهذا قالوا ما يطلب به حصول شيء متى؟ بعد زمن التكلم، بعد زمن التكلم، مفهوم؟ كي نقول لك أنا اكتب، وانت غادي تكتب متى؟ بعد قولي اكتب. كنقول لك شدير اكتب، شدير ما عندك ما تدير، لازم تسمع كلمة اكتب. إذن الكتابة تحصل، أنا أطلب منك تحصيل الكتابة. طيب متى تحصل؟ بعد أن أفرغ من كلمة اكتب. هذا يسمى فعل ماذا؟ فعل أمر. طبعا يعرف بعلامتين: قبوله أو أن يدل على الطلب، وأن يقبل دخول نون التوكيد. الوقت ما شاء الله. طيب إذن لعلنا نقف إن شاء الله عند هذا القدر، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والتوفيق والسداد. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم. اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد. اقضي اللهم ديوننا ونفس همومنا وفرج كروبنا، وارزقنا الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. غدا إن شاء الله عندنا التفسير، هذا الأربعاء درس التفسير إن شاء الله، أول درس في تفسير القرآن إن شاء الله. ربي يوفقنا وإياكم.